السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل الزبادي سهلة وبسيطة ومش محتاجة آه، شغل ولا مجهود، ولا محتاجة مكنة زبادي، ولا محتاجة خالص أي حاجة. هي عبارة عن لبن والخميرة بتاعتنا اللي هي الزبادي، وهنشوف الطريقة ازاي. وزي ما انتوا شايفين ملمسها كريمي، وانا هعملها في الطواجن دي. بيبقى لها طعم مميز عن الكوبايات او عن العلب. شايفين كده يا جماعه؟ شايفين ملمسها كريمي ازاي؟ وهقول لكم السر في كده ايه. هندخل الفيديو ونشوف ما شاء الله على طعمها وعلى جمالها. والمكونات بسيطة قوي قوي، مكونين 2. وهنشوف دلوقتي. يلا نخش الفيديو. معايا هنا لبن انا غليه قبلها بيوم او قبلها بكام ساعة، وتحطيه في التلاجة يعمل وش. تاخدي الوش ده طبعا هتعينيه تعمليه بقشطة، وبعد كده تصفيه بشاشة ناعمة. لازم يتصفى جامد بشاشة ناعمة. بعد كده انا طبعا هحط البولات دي في الصينيه، لان انا بحب اعمله جدا في الفخار. زي ما قلت لكم الطعم في الفخار بيبقى مميز وجميل. معايا الزباديه بتاعتي البلدي اللي هي الخميره. خلي بالكوا الزبادي البلدي دي، انا جربت الزبادي التانية ما كانتش حلوة في الزبادي، ولكن الزبادي البلدي بيبقى لها طعم مميز وجميل، وبتكون ناجحة عن الزبادي التانية. ادي الزبادية برضو شلت الوش بتاعها، وهحطها واقلبها في الحلة. طبعا اللبن بيكون دافي دمع العين، دافي دفى بسيط جدا، لا هو سخن ولا هو بارد. تضربيه اما بمضرب السلك، ويستحسن تضربيه في الخلاط. فانا هضربه في الخلاط، وبعد كده هصبه في قلب البولات بتاعتي. بس في ناس بتحط لبن بودر مقلعة على اساس تخلي طعم الزبادي حلو وغني، ولكن انا ما بحبش الاضافات دي لانها بتفقد طعم الزبادي. انا اهو رصيت بعد ما ضربتها في الخلاط، صبتهم في الكوبايات وفي الطواجن. هتكوني مدفية مية مش سخنة برضو، يعني اللبن دافي والمية دافية. وهبدأ احطه كده في قلب الصينية تقريبا لحد يعني شوية كده نصها او اقل شوية من نصها. هتكوني مولعة الفرن، فرن البوتاجاز تولعي الشواية كده يدفى برضو. بلاش الفرن يكون سخن قوي، يكون دافي برضو. تمام، يبقى كله دافي، اللبن المية اللي انت حطيتها في الصينية، الفرن يكون دافي، تولعيه يدفى وبعدين تطفيه. وبعدين تحط الزبادي فيه 6 ساعات، وما تفتحيش باب الفرن عليه. تمام. بعد كده هناخدها بعد 6 ساعات نحطها في التلاجة. وزي ما انتوا شايفين شكلها يا جماعة جميل، وكان طعمها أجمل ومتماسكة وطعمها حلو، ملمسها كريمي ومكونات بسيطة. وبنعمل كل حاجة في البيت أحسن ما نشتريها من بره. زي ما قلت لكم التكات دي مهمة جدا. اللبن يكون دافي، المية اللي بتحطها في الصينية دافية، البوتاجاز تدفيه وتطفيه. وبعد كده تحط الزبادي فيه 6 ساعات، وتكوني حريصة ما تفتحيش باب البوتاجاز لمدة 6 ساعات. تمام. بعد كده هتاخديها تحطها في التلاجة وتاكلي أحلى زبادي. ما تنسونيش في الشير واللايك، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.